حبايب قلبي ابطال المجد، عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب دايما تكونوا في افضل صحه وافضل حال باذن الله. النهارده هنكمل بقيه شرح الوحده الاولى اللي انا قسمتها لك على جزئين. الجزء الاول باذن الله هينزل، والجزء الثاني بعديه باذن الله اللي احنا هنشرحه النهارده. فانا عايزك تركز معايا وصلي على النبي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الدرس الثاني بنتكلم يا مستر عن خصائص سكان قارة آسيا وقارة أوروبا. في اسمه التركيب النوعي. طب يعني إيه يا مستر التركيب النوعي؟ حبيبي التركيب النوعي هو تصنيف السكان حسب النوع، لا إما ذكر لا إما أنثى. في حاجة ثالثة؟ لا يا مستر. طب عندنا تركيب اسمه التركيب العمري. إيه هو التركيب العمري؟ هو تقسيم السكان إلى فئات عمرية مختلفة ويتم تمثيله من خلال الهرم السكاني. حبيب قلبي إحنا عندنا هرم اسمه هرم سكاني. الهرم السكاني ده بيكون القاعدة اسمهم صغار السن، وعندنا المنتصف اسمهم فترة الشباب. طب عندنا القمة بنسميها كبار السن. يبقى انت كده فهمت ان الهرم السكاني يتمثل في 3 فئات. اول فئة اللي بنسميها القاعدة، دول بنسموهم صغار السن. طب فئة يا مستر المنتصف بنسموهم فترة الشباب او قوة العمل. طب عندنا ثالث طبقة اللي هم القمة بنسموهم كبار السن. يبقى ايه يا مستر الاختلاف بين التركيب العمري والتركيب النوعي؟ والله يا مستر التركيب النوعي هو نوعك ايه، ذكر ولا انثى. طب التركيب العمري عمرك قد ايه؟ 3 فئات، لا اما صغير السن لا اما شباب لا اما كبير السن. طب تذكر ان بقول لك ان اطفال قاره اسيا يمثلون 10 اضعاف الاطفال اللي موجودين في القاره الاوروبيه من حيث العدد. انا يا حبيب قلبي بقول لك ان اطفال قاره اسيا هم اكتر من قاره اوروبا بنسبه 10 اضعاف. طب يعني مثلا لو قارة أوروبا فيها 5 أطفال يبقى قارة آسيا فيها 50. لو قارة أوروبا فيها 10 أطفال يبقى قارة آسيا فيها 100. طب تاني حاجة، تبلغ نسبة فئة سن العمل اللي هم من 15 ل 64 فبدنا نسميهم فترة الشباب أو قوة العمل. بقول لك نحو ثلثين السكان في القارتين. كلمة ثلثين يعني 2/3. نسبة كبار السن يا مستر اللي هم من 65 فيما فوق يمثلون أكتر من خمس، 1/5. طب سكان قارة أوروبا بينما يمثلون عشر سكان قارة آسيا. يبقى يا حبيب قلبي نسبة كبار السن اللي موجودين في القارة الأوروبية تمثلون 1/5. طب نسبة كبار السن اللي موجودين في آسيا نسبتهم 1/10. يبقى أنت كده فهمت إن القارة الأوروبية هم أكتر في كبار السن من قارة آسيا. يبقى أنت كده فهمت إن القارة الأوروبية عندها كبار السن أكتر من قارة آسيا. بعد كده بما تفسر، بيقول لك يا مستر بما تفسر الارتفاع الطفيف في نسبة الذكور بقارة آسيا. كلمة ارتفاع طفيف يعني الذكور وعلى الإناث نسبتهم قريبة من بعض. يرجع ذلك إلى هجرة العمل إلى دول قارة آسيا بنسميها إلى دول الخليج العربي بسبب توفير فرص عمل، زيادة دخل قومي، تحسين مستوى المعيشة. طب تاني سؤال، زيادة نسبة الإناث عن الذكور في قارة أوروبا منذ عام 1950. ليه يا مستر قارة أوروبا نسبة الإناث فيها أكتر من نسبة الذكور؟ إلى انخراط دول قارة أوروبا في الحرب العالمية الثانية. يبقى أنت فهمت إن الإناث أكتر من الذكور في قارة أوروبا لأن أوروبا حصل فيها حرب عالمية ثانية، فده أدى إلى إن موت كثير من الشباب. طب السؤال التالي، بلغت نسبة فئة صغار السن في قارة آسيا بنحو 22% بينما بلغت نحو في أوروبا 15.7%. بقول لك إن نسبة صغار السن اللي هم المواليد اللي هم الصغيرين في آسيا 22، طب في أوروبا 15.7. طب يا مستر بسبب إيه؟ انخفاض معدل المواليد بها مقارنة بقارة آسيا. لأن أنت فهمت الجزء الأولاني إن عدد المواليد في قارة أوروبا قليل، طب عدد المواليد في قارة آسيا كتير. طب إيه يا مستر قارة أوروبا فيها نسبة إيه أكتر؟ كبار السن هم أكتر فئة موجودة في القارة الأوروبية. السؤال الرابع يا حبيب قلبي، بقول لك اتصاف الهرم السكاني في كل من آسيا وأوروبا بالقاعدة الضيقة. حبيب قلبي كل ما الهرم يكون قاعدة عريضة اعرف إن نسبة المواليد كتيرة. قول تاني كده، كل ما القاعدة عريضة نسبة مواليد كتيرة. عريضة نسبة مواليد كتيرة. طب طول ما القاعدة ضيقة نسبة مواليد صغيرة. تاني يبقى طول ما القاعدة عريضة
طول مواليد كتيرة، طول ما القاعدة ضيقة مواليد صغيرة. فأنا بقول لك اتصف الهرم السكاني في قارة آسيا وأوروبا بالقاعدة الضيقة اللي هي مستر بسبب انخفاض معدل المواليد في القارتين. يبقى القارتين عندهم نسبة مواليد قليلة، وإن قارة أوروبا أكتر ضيقا من قارة آسيا. يبقى قارة آسيا عندها نسبة مواليد أكتر من قارة أوروبا شوية. طب السؤال اللي بعده، تمثل فئة أطفال آسيا 10 أضعاف الأطفال الموجودين في أوروبا من حيث العدد. ليه يا مستر؟ يرجع ذلك إلى حرص سكان قارة آسيا على الزواج المبكر وكثرة الإنجاب، بالإضافة إلى اتساع شريحة الشباب الذين في سن الزواج في قارة آسيا. الناس يا مستر عايزة تتجوز كتير. يبقى هنا بقول لك إن ليه الأطفال موجودين في قارة آسيا أكتر من قارة أوروبا؟ والله بقول لك يا مستر إن الأسباب في زواج مبكر، في كثرة إنجاب، إن الشباب اللي عايزين يتجوزوا دول يا مستر فئة كبيرة يا مستر. طب السؤال يا مستر السادس، اهتمام دول قارتين آسيا وأوروبا بصحة فئة صغار السن. اشمعنى فئة صغار السن؟ إن قارة آسيا وقارة أوروبا مهتمين بيهم بسبب مساعدتهم في ارتفاع العمر المتوقع بصحة جيدة للأطفال القادمة، لأن لما يكون في رعاية صحية الطفل مش هيموت بدري، صح كده؟ ظهور مصطلح الاقتصاد الفضي. يعني ايه يا مستر اقتصاد فضي؟ في دولة اسمها اليابان والقارة الأوروبية. فأنت فاهم إن اليابان في آسيا والقارة الأوروبية. بقول لك أهو، يهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات كبار السن. أنا بشوف كبار السن اللي هم الفئة الكبيرة اللي من سنهم من 65 فيما أكثر، اللي هو بقى مش قادر، فانا بحاول ان انا اوفر له اول حاجه، اوفر له الخدمات المختلفه لهم، سواء الاكل، الشرب، الرعايه الصحيه، الرعايه الطبيه، كل الكلام ده، وتحسين جوده حياه كبار السن، اخليه يعيش عيشه محترمه، وتعزيز الشيخوخه التي تعني العيش لاعمار طويله وبصحه جيده. تلاقي اغلبيه الناس في اوروبا ودوله اليابان هم عندهم كبار السن ما شاء الله ممكن يعدوا ال 100 سنه، ممكن يعدوا 90 سنه، ممكن يعدوا 80 سنه، وده بيدل على الرعايه الصحيه. طب السؤال الثامن، قارة آسيا هي القارة الأكثر تنوعا لغويا في العالم. بقول لك إن قارة آسيا فيها 2300 لغة. طب السؤال التاسع، أهمية اللغة العربية بالنسبة لقارة آسيا. بقول لك إن اللغة العربية كانت مهمة، طبعا يا مستر مهمة. بقول لك لأنها أسهمت في وحدة الدول العربية وثراء التراث الإسلامي والعربي، فدي بنسميها الحضارة الإسلامية اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية. طب السؤال العاشر، انفصال دولة بنجلاديش عن دولة باكستان. فانت عايز تعرف ان دولة باكستان كان عندها او عايزة تفرض لغة اسمها اللغة الأرضية. فاللغة الأرضية دي يا مستر كلغة رسمية في دولة باكستان. طب يا مستر ايه اللي حصل؟ حصل احتجاجات، يعني حصل ثورات ان من الجزء الشرقي من دولة باكستان فسمى نفسهم بنجلاديش. يبقى ركز معايا يا حبيب قلبي، اما اقول لك انفصال دولة بنجلاديش عن دولة باكستان، ايه يا مستر السبب؟ ان دولة باكستان كانت عايزة تفرض لغة اسمها اللغة الأرضية. طب يا مستر ايه اللي حصل؟ حصل احتجاجات يعني ثورات، مما ادى الى انفصال الجزء الشرقي من دولة باكستان فسمى نفسهم دولة بنجلاديش وتم الانفصال. طب السؤال يا مستر ال11، زيادة انتشار الأمراض في بعض دول قارة آسيا. ليه يا مستر في أمراض في قارة آسيا؟ يرجع ذلك إلى بسبب الفقر وسوء التغذية، الناس مش عارفة تاكل، وضعف البنية التحتية، الكباري والمنشآت والصحة والتعليم مش أحسن حاجة، وبسبب الحروب والصراعات التي تعطل خدمات صحية، مما يزيد من تفشي الأمراض والفقر والبطالة. كل الكلام ده موجود في معظم قارة آسيا. طب ركز معايا يا حبيب قلبي وتركز معايا قوي، العملية هتتم كالآتي. النتائج مترتبة على أول حاجة. السؤال الأول، انخراط دول قارة أوروبا في الحرب العالمية الثانية. إيه اللي حصل يا مستر لما قارة أوروبا دخلت حرب عالمية ثانية أو كانت بتحارب من سنة 1939 ل 1945، بنسميها الحرب العالمية الثانية. النتيجة مما أدى إلى فقدان الكثير من الشباب الذكور، فأدى إلى زيادة نسبة الإناث رقمها 51.6% من نسبة الذكور 48.4. يبقى نسبة الإناث أكثر من الذكور بسبب إن أوروبا دخلت الحرب العالمية الثانية. طب السؤال الثاني، بما النتائج مترتبة على انخفاض معدل المواليد في قارة آسيا وقارة أوروبا. ليه المواليد يا مستر منخفضين؟ النتيجة أصبح الهرم السكاني للقارتين يتسم بالقاعدة الضيقة. وليه قلت لك قاعدة ضيقة؟ لأن قلت لك انخفاض معدل المواليد، وكنت قلت لك كل ما القاعدة عريضة
كل مواليد كتيرة. طب طول ما القاعدة ضيقة الأطفال صغيرة. طب ما النتائج المترتبة على حرص سكان آسيا على الزواج والإنجاب واتساع شريحة الشباب الدائلة، أصبحت فئة صغار السن أو أصبحت فئة الأطفال في آسيا تمثل 10 أضعاف الأطفال الموجودين في قارة أوروبا. طب السؤال اللي بعده، بلوغ نسبة فئة سن العمل بقارتين آسيا وأوروبا نحو ثلثي، يعني 2/3. طب يا مستر إيه النتيجة؟ أصبح أن قارة آسيا وقارة أوروبا يمتلكان قوة عاملة تدعم اقتصادها، لأن كل ما يكون في شباب يبقى في سن العمل، يبقى في فئة منتجة، دول يا مستر أكتر ناس هينتجوا، يبقى في قوة اقتصادية. طب السؤال الخامس، توقع ارتفاع نسبة كبار السن إلى ثلث 1/3 في سكان قارة أوروبا، بينما قارة آسيا إلى خمس 1/5. طب إيه يا مستر؟ إن شاء الله في حلول سنة 2050 ده اللي هيحصل، إن قارة أوروبا هيكون ثلث وقارة آسيا هيكون خمس، ودي نسبة صغيرة جدا في قارة آسيا وقارة أوروبا، بسبب إن هما الاتنين اهتموا بفئة كبار السن وتوفروا لهم الخدمات الصحية والاستعانة بالتكنولوجيا في توفير احتياجاتهم اللي هم الريبوتات. بدأت اللي أنا أعمل لهم ريبوتات وأجيب لهم روبوتات في البيت عشان ما يعملوش أي مجهود خالص. طب السؤال السادس، اهتمام قارة آسيا وأوروبا بنسبة كبار السن وتوفير الخدمات لهم والاستعانة لهم بالتكنولوجيا عشان أوفر احتياجاتهم، النتيجة يا حبيب قلبي أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بالاقتصاد الفضي. وقلت لك الاقتصاد الفضي يعني يهتم بمجموع الأنشطة الاقتصادية، الزراعة والصناعة والتجارة التي تلبي احتياجات السكان وفئة كبار السن بالخصوص، مما يعزز الشيخوخة الصحية التي تعني العيش حياة أطول وجيدة. طب السؤال اللي بعده، فرض اللغة الأرضية كلغة رسمية في دولة باكستان قديما. يا مستر إيه النتيجة؟ بقول لك أدى إلى احتجاجات في الجهة الشرقية لدولة باكستان فسميت بنجلاديش. السؤال الثامن بقول لك وجود اللغة العربية في قارة آسيا، إيه النتيجة؟ ساهمت على وحدة الدول العربية، أدى إلى ثراء التراث الحضاري والإسلامي والعربي. طب السؤال اللي بعده، تنوع اللغات في قارة أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. يا مستر إيه اللي حصل؟ النتيجة استخدمت اللغة كمعيار أساسي في رسم الحدود السياسية في دول قارة آسيا وقارة أوروبا. يبقى اللغة كان لها أثر في رسم الحدود السياسية بتاعت الدول. طب السؤال اللي بعده، كانت للفقر وسوء التغذية وضعف البنية التحتية في بعض مناطق قارة آسيا. إيه النتيجة يا مستر؟ أدى إلى انتشار الفقر وانتشار الأمراض المعدية مثل مرض الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز والأمراض المنقولة بالغذاء والماء زي مرض الكوليرا والالتهاب الكبد الوبائي. طب السؤال ال11، كان للتقدم الطبي وارتفاع مستوى الرعاية الصحية في قارة أوروبا. إيه النتيجة ما يكون في مستوى طبي يا مستر محترم في قارة أوروبا؟ أدى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، يبقى الناس مش هتموت يا مستر بدري، وزيادة نسبة كبار السن في المجتمع لأن أنا اهتميت برعاية الصحية. طب يا حبيب قلبي يلا اديني دليل. بقول لك دليل يتسم التركيب النوعي للهرم السكاني في قارة آسيا بالتوازن النسبي بين الذكور والإناث. بقول لك حيث بلغ نسبة الذكور 51 واحد، طب الإناث 48.9 للإناث، وهذه النسبة ثابتة منذ عام 1950، فده بنسميه توازن نسبي بين الذكور والإناث في قارة آسيا. تختلف أسباب اختلال التوازن النوعي بين قارتين آسيا وأوروبا. بقول لك في آسيا تزيد نسبة الذكور عن الإناث بسبب الهجرة اللي بسبب دول الخليج العربي، ففي هجرة الذكور على الإناث. طب أوروبا لا، الإناث أكتر من الذكور، يبقى في أوروبا الإناث أكتر من الذكور. طب ليه؟ بسبب انخراط أو دخول قارة أوروبا الحرب العالمية الثانية أدى إلى موت الكثير من الشباب، فأنت فهمت إن في آسيا نسبة الذكور أكتر من نسبة الإناث بسبب الهجرة تمام الى الخليج العربي لتوفير فرص عمل. طب السؤال اللي بعده، انتشار الامراض في قاره اسيا واوروبا حيث انتشر العديد مثل مرض الملاريا بالمناطق الاستوائيه الحاره، وفيروس نقص المناعه اللي هو مرض الايدز، والامراض المنقوله عن الماء والغذاء زي مرض الكوليرا. ومن اشهر الامراض في قاره اوروبا امراض القلب والاوعيه الدمويه والالتهاب الكبدي ومرض السرطان تمام، وامراض الجهاز التنفسي اللي هو المزمن. السؤال اللي بعده، يتشابه هرم السكاني لقارتين اسيا واوروبا في الشكل من نوع القاعده. اديني دليل. بقول لك حيث كلاهما
الهرمين في قارة آسيا وقارة أوروبا يتسامان بالقاعدة الضيقة، بس قارة أوروبا هم أكثر ضيقا من الهرم السكاني اللي في قارة آسيا. تولى دول قارة آسيا وأوروبا اهتماما كبيرا بفئة كبار السن. طب ليه يا مستر؟ حيث ظهر مصطلح الاقتصاد الفضي، وخلاص بقى فهمنا يعني ايه اقتصاد فضي. ماشي؟ هيجي واحد دلوقتي براس معزة يقول لي يعني ايه يا مستر اقتصاد الفضي؟ زي ما بنشرح تقول لي السمكة بتشرب لبن، مين هي دي السمكة اللي بتشرب لبن؟ ها؟ مش هقول. ها ماشي يا جودي؟ يا ريش، هنا، يا هبة، ماشي يا نور، بص كل دول. ايه هو مفيش غيري ولا ايه؟ مفيش غيرك متصيط؟ مفيش غيري متصيط ولا ايه؟ سيبونا في حالنا بقى. حيث ظهر مصطلح الاقتصاد الفضي. يعني ايه اقتصاد فضي يا مستر؟ هي تلبية احتياجاتهم والاهتمام بمفهوم الشيخوخة الصحية، بالإضافة إلى تقديم دورات تعليمية لمن هم فوق سن ال50 اللي بنسموهم محو الأمية، عشان احمي يا مستر حقوقهم يا مستر واخد خبراتهم. طب السؤال اللي بعده، تعد قاره اسيا هي الاكثر تنوعا لغويا لان تتمثل في قاره اسيا، تتمثل في قاره اسيا 2300 لغه، ماشي، وهم بما يعادل تلت 1/3 اللغات اللي في العالم كلها، ومن اشهرها اللغه الصينيه، اللغه الهنديه، اللغه العربيه، اللغه الروسيه. طب السؤال اللي بعده، لعبت اللغه دورا اساسيا وثقافيا في تاريخ بعض الدول في قارات العالم. صلى على النبي. حيث في قارة آسيا حيث فرض اللغة معينة كلغة رسمية وهي اللغة الأرضية التي فرضتها دولة باكستان من الجزء الشرقي من دولة باكستان أدى إلى انفصالها اللي سماها دولة بنجلاديش. طب يا مستر في قارة أوروبا استخدمت اللغة كمعيار أساسي لرسم الحدود السياسية بين دول غرب ووسط أوروبا على أساس اللغة بعد الحرب العالمية الأولى، فتؤثر اللغة على الهوية الثقافية. فمثلا اللغة العربية أسهمت في وحدة الدول العربية وتراثها الحضاري والإسلامي. تعد قارة أوروبا من القارات ذات تنوع لغوي. قارة أوروبا فيها تنوع لغوي كتير؟ يا مستر، تضم 200 لغة. ركز، كان آسيا فيها 2300 لغة، دي كده آسيا. تعرف اوروبا فيها 200 لغه بس، دي كده اوروبا. شوف الفرق. فادى الى ذلك تاثير كبير او عالمي، ابرزها اللغه الانجليزيه، ابرزها اللغه الالمانيه، ابرزها اللغه الفرنسيه، ابرزها اللغه الاسبانيه والايطاليه. السؤال، تعتبر قارة آسيا وقارة أوروبا من أغنى قارات العالم ثقافيا وتاريخيا في العالم، حيث تضم مزيجا فريدا يعني متنوع يا مستر مش موجود بعد كده من الحضارات القديمة والتراث الثقافي المتنوع الذي يمتد من آلاف السنين، ومن ملامح ثقافات الشعوب في القارتين سواء قارة آسيا سواء قارة أوروبا. يا مستر اللي بعده، تختلف الأنشطة الاقتصادية سواء التركيب الاقتصادي بين سكان قارة آسيا وقارة أوروبا. حبيبي يعني ايه تركيب اقتصادي؟ يا مستر هو تصنيف السكان حسب الانشطه الاقتصاديه الذي يعملون بها. برافو عليك. فبقول لك اهو في اسيا يعمل نحو 1/5 السكان في حرفة الزراعة، بينما يعمل أوروبا في حرفة الزراعة 4%. ركز، يبقى قارة آسيا فيها 1/5 خمس، طب قارة أوروبا 4% الذي يعملون في حرفة الزراعة. فأنت كده فهمت. يبقى قارة آسيا وقارة أوروبا يتشابهون في النشاط الصناعي. طب قارة آسيا في الزراعة خمس يا مستر 1/5، طب قارة أوروبا 4% فقط، نحو الربع إن هما الاتنين 25% النشاط الصناعي. طب بعد كده ويعمل باقي القوى العاملة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى زي التجارة أو الخدمات. بقول لك حققت بعض دول قارة آسيا وأوروبا طفرة في مجال التعليم. بقول لك اهو الدليل، ارتفاع نسبة الإنفاق العام في التعليم. مين يا مستر الدولتين اللي اهتموا بالتعليم وصرفوا عن التعليم في قارة آسيا؟ بقول لك دولة اسمها عمان ودولة اسمها الكويت. دولة اسمها عمان ودولة اسمها الكويت. طب مين يا مستر الدول اللي في قارة أوروبا اللي اهتموا بالتعليم وصرفوا في التعليم؟ أول دولة اسمها أيسلندا، تاني دولة اسمها النرويج والسويد. أيسلندا، النرويج والسويد. تاني أيسلندا، النرويج والسويد. مما أدى إلى ارتفاع جودة التعليم. هناك تباين واختلاف في الحالة الصحية بين مناطق قارة آسيا. فحبيبي اعرف، بقول لك تمتلك دول شرق قارة آسيا بها معدلات طبية وصحية ورعاية صحية، عندها أطباء، عندها ممرضات تفوق المعدلات العالمية، بين تقل تلك المعدلات في وسط وجنوب آسيا. ركز، يبقى دول شرق آسيا فيها رعاية الصحية، دول جنوب ووسط، دول جنوب ووسط يقل فيها الرعاية الصحية. السؤال اللي بعده،
اهتمام دول قارة آسيا وأوروبا بتعليم كبار السن. بص بقى اديني دليل. حيث قدمت دورات تعليم للغات العمرية، حيث قدمت دورات تعلم لفئات العمرية المختلفة فوق السن 50 سنة اللي بيسموهم محو الأمية. طب بعد كده مما أكسبهم يا مستر الثقة الذاتية وتبادل الخبرات ومعرفة حقوقهم وحمايتها. طب بعد كده يا مستر تبذل كل من قارة آسيا وقارة أوروبا جهدا كبيرا للحد من انتشار الأمراض. كلمة الحد يا حبيب قلبي يعني تقليل. انا عايز اقلل من الامراض، هعمل ايه؟ حيث قامت بوضع برامج وقائيه. عملت يا مستر برامج عشان تحمينا من الامراض والاهتمام بالتطعيمات اللي احنا بناخدها في المدرسه يا مستر. طب تاني حاجه والاهتمام بالبحث العلمي واقامه المراكز الطبيه مثل المركز الاوروبي للوقايه من الامراض ومكافحتها. بدات تشوف مثلا زي عندنا في مصر حمله 100 مليون صحه، هي بتكشفك عن مرض معين اللي هو الالتهاب الكبدي الوبائي. حيث قامت مبادرات عالميه زي مبادره الامن الصحي العالمي لتعزيز القدرات العالمية على الوقاية من الأمراض عشان تحافظ عليك من الأمراض يا مستر. ما تكونش أنت تعبان وأنت مش عارف، لا روح اكشف، روح اطمن على نفسك. فتبادل الدول الآسيوية والأوروبيين هما الاتنين تبادلوا، عملوا علاقات مع بعض وعملوا مبادرات مع بعض لمعرفة وبيانات عن الأمراض الوبائية أو المستوطنة أو المنتشرة. هانت يا حبيب قلبي. استرها معانا يا رب. هنا ما العلاقة بين الحروب والصراعات والتركيب النوعي والعمري في قارة أوروبا؟ صلى على النبي. أما أقول لك أدت الحروب خاصة الحرب العالمية الثانية أدى إلى فقدان الكثير من الشباب الذكور مما نتج عنه نسبة الإناث تكون أكثر من نسبة الذكور. برافو عليك. إن نسبة الذكور نسبة الإناث 51 و6، طب نسبة الذكور 48 و4. ما العلاقة بين الهجرة والتركيب النوعي في قارة آسيا؟ بقول لك ساهمت الهجرة في قارة آسيا إلى دول الخليج العربي في الارتفاع الطفيف بين نسبة الذكور ونسبة الإناث. يبقى نسبة الذكور في قارة آسيا بسبب فرص العمل موجودين في دول الخليج العربي. اما اقول لك ما العلاقه بين معدل المواليد وشكل الهرم السكاني؟ يا حبيب قلبي كل ما يكون في مواليد كتير يبقى الهرم السكاني اعرض. طب كل ما يكون في عدد مواليد قليل يبقى الهرم السكاني ضيق او ضيق. طب ما العلاقه بين فئه كبار السن والاقتصاد الفضي؟ نسبه كبار السن في مجتمعات مثل دوله اليابان ماشي في آسيا وقارة أوروبا أدى إلى ظهور الاقتصاد الفضي، هو نظام اقتصادي لتلبية احتياجاتهم من الخدمات وتعزيز الشيخوخة الصحية. طب السؤال اللي بعده كانت للغة ما العلاقة بين اللغة والحدود السياسية في قارة أوروبا؟ حيث استخدمت اللغة كمصدر رئيسي للحدود السياسية أو رسم الحدود السياسية بين دول وسط قارة أوروبا بعد الحرب طبعا العالمية الأولى. بيقول لك ما العلاقة بين اللغة العربية والتراث الثقافي في قارة آسيا؟ يبقى ساهمت اللغة العربية في وحدة الدول العربية في ثراء وتنوع التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية بقارة آسيا. طب السؤال اللي بعده ما العلاقة بين اللغة والاستقرار السياسي كنموذج دولة باكستان؟ حيث فرضت اللغة الأرضية كلغة رسمية في دولة باكستان مما أدى إلى احتجاجات وثورات من الجزء الشرقي فسموا نفسهم بنجلاديش أدى إلى انفصالها رسميا. اللي بعده بقول لك مستوى الدخل والتعليم في قارة آسيا، حيث الدول ذات الدخل المرتفع مثل عمان والكويت زادت بهم الإنفاق من حيث التعليم في قارة آسيا. طب السؤال اللي بعده ما العلاقة بين الفقر والوضع الصحي يا مستر؟ يؤدي الفقر وسوء التغذية إلى بعض مناطق قارة آسيا إلى ضعف ظهور البنية التحتية وانتشار الأمراض يا مستر زي مرض الملاريا والكوليرا. طب السؤال اللي بعده ما العلاقة بين التقدم الطبي ونسبة كبار السن؟ أدى التقدم الطبي ارتفاع الرعاية الصحية لدى كبار السن وزاد العمر المتوقع عند الميلاد وبالتالي زيادة نسبة فئة كبار السن خاصة في قارة أوروبا ودولة اليابان. ودي يا حبيب قلبي من ضمن المقارنات المهمة جدا في العادات والتقاليد والتراث الثقافي والتنوع الثقافي في قارة آسيا وقارة أوروبا. أول حاجة قارة آسيا وقارة أوروبا عندهم يا مستر حيث العادات والتقاليد في قارة آسيا الانحناء المتبادل في دول مثل دولة اليابان وكوريا الجنوبية طريقة أساسية للتعبير عن الاحترام. أجي أعمل لهم كده أقول لهم إيه؟ كيمستي أدى إلى الاحترام في المواقف الاجتماعية والرسمية. طب يا مستر العادات والتقاليد في قارة أوروبا يعد تناول الشاي بعد الظهر هو من عادات الشعب الإنجليزي. طب يا مستر الأكلات الوطنية المكونات يا مستر بقول لك تعتمد فنون الطهي والأطعمة الشعبية في قارة آسيا بشكل أساسي على الأرز
والاعشاب والتوابل. من اشهر الاطباق السوشي الياباني والكيميتشي الكوري. سوشي ياباني، كيميتشي كوري. طب من اشهر الاطباق يا مستر في قاره اوروبا عندنا بيتزا اسمها البيتزا الايطالي والكريب الفرنسي. طب الفنون يا مستر والموسيقى في فن الرقص، بقول لك الموسيقى تنتشر الموسيقى التقليديه في اليابان وكوريا والصين وتعتمد على الالات الوتريه والطبول. والرقص تشتهر القاره بالراقصات الكلاسيكيه الهنديه، بيرقصوا كده برقصه معينه. طب الموسيقى يا مستر في قاره اوروبا تعد الموسيقى الايرلنديه، هي من اشهر الفنون الموسيقيه التقليديه في القاره الاوروبيه. حبيب قلبي في الرقص في قاره اوروبا من اشهر الرقص عندهم في قاره اوروبا في دوله ايطاليا زي الراقصات الفلوكلوريه. طب الحرف يا مستر التراثيه، اول حرفه عندنا في قاره اسيا عندها صناعه الحرير، وصناعه الحرير اليدوي موجود في الصين والهند. الحرير في الصين والهند، الحرير في الصين والهند. طب الحرير في الصين والهند. السجاد ايران والهند، السجاد ايران والهند. طب الحرير الصين والهند. الحرير الصين والهند. طب السجاد ايران والهند، السجاد ايران والهند. قول معايا يبقى ايه؟ الحرير الصين والهند. طب السجاد ايران والهند. تاني الحرير الصين والهند. طب السجاد ايران والهند. طب الاعمال الفنيه عندهم رسم على الخشب زي موجود في كوريا، وصناعه الفخار اليدوي زي فيتنام. فخار فيتنام، فخار فيتنام. فخار فيتنام. فخار فيتنام. فخار فيتنام. فخار فيتنام. طب الصناعات اليدويه في قاره اوروبا حيث صناعه الفخار اليدوي في اسبانيا. الفخار في اوروبا هي دوله اسبانيا. طب الفخار في اوروبا هي دوله اسبانيا. وصناعه الزجاج في دوله ايطاليا. الاعمال الفنيه عندهم رسم على الخشب. الاعمال الفنيه عندهم رسم على الخشب في الدول الاسكندنافيه وبعض دول شرق قاره اوروبا. اقول لك يا مستر سؤال في اسئله المتفوقين بعيد عنكم يعني، بما تفسر رغم انخفاض معدل المواليد في قارة آسيا إلى أن عدد أطفالها يعادل 10 أضعاف قارة أوروبا، يرجع ذلك لسببين. السبب الأول هو الضخامة العددية الهائلة لسكان قارة آسيا، لأن أنت عارف أكتر قارة فيها سكان هي قارة آسيا مقارنة بقارة أوروبا. والتاني هو اتساع شريحة الشباب في سن الزواج. عندهم كثرة الإنجاب، الزواج المبكر، تفضيل الأعداد الكبيرة. طب السؤال التاني، ما الرابط المشترك بين دول زي عمان والكويت وأيسلندا والنرويج من الناحية الاجتماعية؟ قلبي عمان والكويت هم أكتر دول في قارة آسيا إنفاقا للتعليم. طب أيسلندا والنرويج دول موجودين في قارة أوروبا من أكتر المناطق في قارة أوروبا اهتماما بالتعليم. يبقى الرابط هو الريادة التعليمية، حيث تتميز هذه الدول بارتفاع معدل الإنفاق العام في التعليم، مما جعلها نماذج رائدة في جودة التعليم من حيث نسبة المتعلمين سواء في قارة آسيا أو قارة أوروبا. السؤال اللي بعده بيقول لك اللغة سلاحا ذو حدين. ونيجي من ضمن الأسئلة المهمة جدا جدا جدا، وأنا لو موجه امتحان هحط السؤال ده. أما أجي أقول لك ما العلاقة؟ مهم جدا، سؤال من ضمن الأسئلة اللي محتاجة تفكير. بقول لك اللغة سلاح ذو حدين بالنسبة لاستقرار الدول، وضح ذلك من خلال نماذج قارة آسيا. بقول لك إن اللغة سلاح ذو حدين، يعني حاجة وحشة وحاجة حلوة. قد تكون اللغة أداة توحيد كما في حالة اللغة العربية اللي أدت إلى توحيد الدول العربية في قارة آسيا. يبقى دي حاجه حلوه يا مستر. طب في نفس الوقت ان اللغه كان لها اثر ادت الى انفصال جزء شرقي من دوله باكستان اللي هي بنسميها دوله بنجلاديش. يبقى اما اجي اقول لك ان اللغه لها سلاحا ذو حدين، حاجه حلوه وحاجه وحشه. حلوه بتاعت اللغه العربيه اللي ادت الى توحيد الدول العربيه في قاره اسيا. طب وحشه ادت الى انفصال الجزء الشرقي من دوله باكستان بسبب ان باكستان فقدت اللغه الارضيه. طب من ضمن برضه الاسئله المهمه من النتائج المترتبه على تشابه نسبه العاملين بحرفه الصناعه في قاره اسيا وقاره اوروبا ان هما الاثنين في حرفه الصناعه بنسبه 25%، وانت فهمت الكلام ده. لكن فبقول لك النتيجه هي ان كل من القارتين اسيا واوروبا تعتمد على الصناعه بمستوى متقارب نحو الربع، بمعنى صح 25%، ولكن اسيا تتفوق في الصناعات التي تعتمد على كثافه الايدي العامله مثل الحرير والسجاد. والحرير والسجاد هم بنسموهم مواد خام، يعني حرفه الزراعه، بينما تتركز اوروبا على صناعات عاليه التقنيه.
وبكده يا حبيب قلبي انا فنشت لك الوحده الاولى بالكامل، فعايزك تركز معايا. انا نزلت لك الجزء الاول والجزء الثاني عشان ما يكونوش صعبين عليك، فاتفرج عليهم واشوفك على خير يا صديقي، والسلام عليكم.